قناة الصعيد. أعزائي المشاهدين، نحييكم ولقاء متجدد في الشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين، الشارع الثقافي في هذا اللقاء نحن نلتقي ونتابع هذا المعرض. هو المعرض الثالث لمراكب الشمس والذي يقام في محافظة المنيا. هذا هو المعرض الدولي الثالث والذي يشرف عليه الفنان العالمي إسماعيل أبو بكر. وهذا المعرض فرصة لتلتقي الفنون والثقافة والإبداع داخل محافظة المنيا لتقدم ثقافتنا وتقدم ثقافة مصرنا الغالية من خلال الحضور ومن خلال المشاركين في هذا المعرض. أعزائي المشاهدين، تابعونا وهذا اللقاء من الشارع الثقافي وهذا المعرض الثالث لمراكب الشمس والشارع الثقافي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية دور الشباب في المجتمع، فاهتم بالشباب وكانت مؤتمرات الشباب. وأيضا أدرك دور الفن في تشكيل وجدان الشعب المصري وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة، فاهتم بالفنون. وكانت هناك مدينة الفنون في العاصمة الإدارية وهي أعظم مدينة على مستوى العالم. وعندما نتحدث عن مراكب الشمس وافتتاح المعرض الثالث لمراكب الشمس داخل محافظة المنيا، فنقول أن هناك كان دور هام للشباب في الوعي السياحي والوعي بدور الفنون. دعونا نستمع إلى فكرة أو مؤسس فكرة مراكب الشمس، الفنان الزميل الإعلامي إسماعيل أبو بكر. مساء الخير والسلام عليكم لكل الحاضرين من الفنانين المصريين والفنانين الأجانب. برحب بالفنانة ماريا كريستينا من الأرجنتين لإشارة المعرض. كمان برحب بالفنانة نصيبة عيادي من تونس. مراكب الشمس فكرة جت من خلال تشجيع السيد رئيس الجمهورية للفنون التشكيلية والفن والفنان المصري القديم والفنون في مصر.
كانت الفكرة إن حبينا نخرج خارج الصندوق وأفكار جديدة بعيدة عن القاعات، بعيدة عن الأماكن المغلقة. فبدأنا نقول إزاي إن الفن ممكن يبقى ليه دور في تنمية السياحة في مصر، خصوصا إن إحنا عندنا نهر النيل، ونهر النيل واحد في العالم. عندنا آثار على ضفاف نهر النيل تستحق من كلنا كمصريين وأجانب إن إحنا نستمتع بالرحلة في النايل كروز. فكانت الفكرة إن إحنا نعمل كونتاكت مع فنانين كتير من بره مصر بيحبوا مصر وعايزين يزوروا مصر. فكانت الفكرة إن إحنا نعمل المعارض داخل الكروز. فبدأنا في ديسمبر الماضي 2021 في قاعة الدقي، وكان في دور جميل جدا للقوات المسلحة. طبعا من مكاني تحية كبيرة للقوات المسلحة المصرية. بتشجيع معالي السيد رئيس الجمهورية للفنون والفن التشكيلي، كان في أفكار كتير مع الأستاذ مدحت يحيى رئيس القناة السبعة، أحييه بقى. إن إحنا عندنا برنامج للفنون التشكيلية. البرنامج برضه بيستضيف فنانين من كل أنحاء العالم. عندنا حوالي 300 فنان من الهند للمكسيك كانوا ضيوف البرنامج. أنا بحيي كل الحضور وأتمنى إن الفكرة تعجبكم، وإن شاء الله يبقى في مزيد من الأفكار اللي هي تعمل تنمية سياحية وتعرف الفنانين المصريين على الفنون من بره مصر. عندنا النهارده يعني حوالي 30 دولة، وعندنا أعمال كتيرة موجودة متعلقة إن شاء الله نستمتع بيها ونشوفها. عندنا داتا شو، عندنا إن إحنا الفنون الأنيميشن والرسوم المتحركة مش واخدة حقها في العرض في القاعات أو المعارض أو الجاليريات في مصر كلها. يعني إحنا نشرف إن بنعرض أفلام للأنيميشن عشان بنتي طبعا خريجة فنون جميلة. فمعرض مراكب الشمس بتعرض كل أطياب من الفنون، من الخزف، من ناحية الرسم، كلها بتبقى مبعوثة من الفنانين الأصليين. وإن شاء الله تشوفوا أعمال جميلة النهاردة وتستمتعوا بالمعرض. ويا ريت أكون يعني قدرت أعمل جزء بسيط إن أنا أبين مصر إزاي مصر على مستوى العالم. الحفل منقول على الهواء على اليوتيوب والفيسبوك، وإن شاء الله يعني تستمتعوا معانا. وبرحب بالدكتور من الوزير جمال أبو المجد. برحب برضه بالعميد أمل وزير. كمان برحب بالدكتور عادل بدر من القاهرة كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية والتنمية. طبعا أكيد هنسى الناس كلها عشان أنا مش عارف أنا مين. فيعني تسمحوا لنا نبدأ مراسم افتتاح معرض مراكب الشمس.
أعزائي المشاهدين، نحييكم ولقاء متجدد في الشارع الثقافي، وهذا هو افتتاح المعرض الثالث لمراكب الشمس الدولي الذي يقام في محافظة المنيا. أعزائي المشاهدين تابعونا وهذا اللقاء من الشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين، على هامش هذه الاحتفالية الرائعة وافتتاح المعرض الثالث لمراكب الشمس، سعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا الأسبق. معالي الدكتور، أنت دائما أيقونة هذه الاحتفالات ودائما ما تأتي لتشجع الشباب، وهذا المعرض الدولي ما هو إلا نموذج رائع للأنشطة الثقافية الموجودة في محافظة المنيا. تقول إيه النهاردة؟ يعني في البداية يعني بشكر سيادتك دكتور خالد، ودايما متألق في كل برامجك يعني، والقناة السبعة بتغطي كل الفعاليات اللي بتعمل داخل المنيا وفي اقليم شمال الصعيد بشكل خاص يعني. النهارده طبعا احنا موجودين في الشمس طبعا اللي بيتعمل في مكان ساحر على ضفاف نهر النيل في محافظة المنيا. يعني هذا المعرض اللي بيضم نخبة كبيرة من فنانين العالم، سواء من مصر او من بلاد الأوروبية او من بلاد امريكا اللاتينية او من امريكا او من كندا. دل على شيء، فانما يدل على ان الفن هو القوة الناعمة اللي ممكن يأثر في السياسة، ممكن يأثر في تقدم الأمم. أنا ببقى سعيد جدا في وجودي في هذه الاحتفاليات. يمكن كان ليا حظ أن أنا موجود معاكم في النسخة الثانية من سنة، والنهاردة برضه أنا موجود صاحب الافتتاح كمان يعني، والنهارده حضرتك بتفتتح إن شاء الله يعني. شرف لهذا المعرض. لا العفو يا فندم يعني. فده برضه يعني الواحد سعيد أن هو موجود في هذه الاحتفالية الجميلة اللي فعلا بتؤكد ان مصر بخير، مصر بلد الامن والامان. لان هو المعرض ده نفسه مش معناه ان هو بتعمل معرض فني ونناقشه ونمشي، لا ده ليه خلفيات كبيره وليه مدلولات كبيره. واولها زي ما بقول لسيادتك ان يتعمل المكان ده في المنيا، عروس الصعيد، في بلد يعني بتتمتع بالجو الساحر، بتتمتع بالسياحة، بالآثار السياحية، العصور كلها الإسلامية والفرعونية والقبطية. حاجة فعلا جميلة جدا، وأنا سعيد أن أنا موجود في هذه الاحتفالية وسط هذه الكوكبة من الفنانين. نشكر بيك دايما يا معالي الدكتور، ودائما موفق، ودائما بإذن الله المنيا منارة للثقافة والأدب طبعا يعني المنيا فعلا من البلاد اللي هي جاذبة للثقافة والفن والفنون والأدب بشكل عام يعني. موفق جدا. شكرا فندم. العفو. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم والشارع الثقافي وهذه الاحتفالية بافتتاح هذا المعرض الثالث لمعرض مراكب الشمس. تابعونا والشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم في الشارع الثقافي وهذه الاحتفالية والمعرض الرائع الثالث لمراكب الشمس الذي يقام في محافظة المنيا. وسعدنا أن يكون معنا الأستاذة الدكتورة أمل أبو زيد، عميد كلية التربية الفنية. معالي الدكتورة، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بالصحة والسلامة. أهلا وسهلا بحضرتك. لا يكون هناك مؤتمر للفن والإبداع إلا إذا كان هناك بصمة لعميدة الكلية وطلابها الذين ملوا أرجاء هذا المكان بفنهم وإبداعاتهم. نقول لحضرتك كل سنة وأنت طيبة، وماذا تقدموا في هذا المعرض؟ كل سنة وحضرتك طيب، وأنا سعيدة طبعا أن كلية التربية الفنية ممثلة من جميع الأعضاء، سواء أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو حتى البكالوريوس، في هذا المعرض الرائع اللي هو مراكب الشمس في دورته الثالثة. طبعا الحدث حدث جميل جدا جدا. الحدث ده وراه فنان مرهف الحس، المخرج إسماعيل بكر هو صاحب الفكرة. والفكرة دي طبعا أنا واحدة من الناس شايفاها أنها فكرة جميلة جدا جدا، لأنها بتمزج ما بين دور الفن في تقدم الدول. لأن طبعا هو الفكرة اللي هو واخدها إزاي إن هو من خلال الفن والمعارض الفنية المختلفة، من خلال مراكب الشمس، يعبر عن البلد بحضارتها وبتقدمها وبفنونها من خلال الرحلات اللي بيطلقها كل وقت والتاني، ليساعد على الرواج السياحي
وازاي ان هو يبقى له دور. وطبعا ده اللي بيشجعه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازاي ان احنا يبقى كل واحد في الوطن ليه دور كبير جدا جدا، حتى لو كان دور صغير احنا كلنا بنكمل بعض، وهدفنا الاساسي اعلاء بلدنا واسم بلدنا مصر. أعتقد هذا المعرض فرصة للطلاب المبدعين كمان ان احنا نخرج من الاطار الاكاديمي لاطار المعارض الجميله، وعندما يكون معرض دولي كمان فهذه خبره تضاف لطلابنا واولادنا. اكيد طبعا زي ما حضرتك بتقول، لان طبعا المعرض هنا بيتناول مجموعه من اعمال الفنانين العالميين، فحلو جدا انك انت من خلال الفن بتتعرف على ثقافات مختلفه. فهنا وجود الطالب ومشاركته وتجربته ان هو ياخد التجربه دي في حد ذاتها، انا دايما بشجع الطلاب على هذه الخطوه، لان الطالب لازم يبتدي يتواصل مع الاخر ويشوف ثقافات الاخر ويكتسب الخبرات، لان هو هنا لما يجي يحضر المعرض في بعض الفنانين اتوا بالفعل وموجودين معانا في الداخل، فالتواصل معاهم يعرف الخبره من خلال الكلام ومن خلال التواصل، وبعد كده هو ممكن بعد كده هو يسافر، فطبعا دي حاجه كويسه. شرفتي ودائما موفقه، ومهرجان ان شاء الله موفق جدا باذن الله. ميرسي خالص، شكرا لذوقك. الله يخليك. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم الشارع الثقافي وهذه الاحتفاليه وهذا المعرض الثالث لمراكب الشمس الدولي الذي تشارك فيه محافظه المنيا، والذي يشرف عليه الفنان العالمي ومدير التصوير اسماعيل ابو بكر. أعزائي المشاهدين، تابعونا والشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع حضراتكم والشارع الثقافي، وفي هذا المؤتمر الدولي الهام، المؤتمر الثالث لمراكب الشمس. سعدنا أن نتعرف على اثنين من الضيوف اليوم، دور مهم جدا في هذه الاحتفالية. نتعرف عليكم. يحيى عبد العليم، مصمم استعراضات. يا أهلا وسهلا. مجدي عبد العليم، مدرب فنون شعبية. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. اعتقد لا توجد احتفاليه في محافظه المنيا الا وكان لكم بصمه رائعه من الفن والابداع الشعبي. تقولوا ايه النهارده في هذا الافتتاح؟ احنا الحمد لله يعني اي احتفاليه خاصه بالبلد وسمعه البلد لازم نتواجد فيها، واحنا بنعتبره يعني بالنسبه لنا تشريف لينا ان احنا نقف في مكان ومهرجان زي كده في بلدنا بينشر فنون وثقافة البلد، ولازم نبقى موجودين. احنا هنا يعني بيعتبر مهرجان دولي، بنعتبره مهرجان دولي، فتواجدنا شيء طبيعي ان احنا لازم نحتفل ونستقبل الناس ونقدم لهم الفولكلور المنياوي، وبنقول لهم مرحبا بكم في مصر،
وإن شاء الله كثير من المهرجانات بإذن الله. فرقة فنون الشعبية النهارده قدمت أكتر من تابلو رائع، وإن ده اللي يدل على أن هناك تدريب وهناك تصميم للرقصات. يعني أعتقد نموذج جميل جدا يعني للفن والإبداع. تقول إيه النهارده في هذه الاحتفالية؟ حبيبي يا دكتور، بقول احنا بنقدم حاجة جميلة عشان اخويا اسماعيل برضو اللي هو صاحب المعرض ده بيوصل رسالة لشعب تونس والشعب العربي كله ان مصر برضو بخير، وكلنا باذن الله كده واقفين في ظهر مصر والحمد لله. موفقين دايما باذن الله. وامالكم واحلامكم ايه بالنسبه لفرقتكم وبالنسبه للابداع اللي انتم بتقدموه؟ والله احنا بالنسبة للفرقة احنا عندنا برضو فرقة أطفال كانت لسه مشاركة الشهر اللي فات في مهرجان أطفال العالم بحضور 23 دولة أوروبية. الحمد لله كان تواجدنا كويس فيه، وقدمنا برضو الفلكلور المصري، وكان يعني مميزة جدا بوسط العالم كلها. فإن شاء الله كثير من المهرجان بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت أمالك إيه وأحلامك للفرقة؟ احنا بنوصل بالفرقة بتاعتنا كل ذوق، كل حاجة بالفن الشعبي بنوصل لهم أي حاجة حلوة وأي بهجة إن شاء الله. إن شاء الله دايما موفقين ودايما أصحاب بهجة وسعادة بإذن الله. أعزائي المشاهدين متواصلين مع حضراتكم والشارع الثقافي. ده هو المهرجان الثالث لمراكب الشمس الذي يقام في محافظة المنيا. تابعونا والشارع الثقافي. أعزائي المشاهدين متواصلين مع حضراتكم في الشارع الثقافي، وهذا هو المعرض الثالث للفن التشكيلي ومراكب الشمس. هذا المعرض الذي يقدم ابداعات الفنانين المصريين في محافظة المنيا للعالم كله. معنا أحد المبدعين الرائعين في محافظة المنيا، الفنان التشكيلي الكبير خالد عبد الراضي. أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب دكتور خالد، الله يحفظكم يا باشا. دائما لك مشاركة ودائما ما تشجع الشباب، وعندما يكون هناك هذا المعرض فأنت تشارك بعملك. كلمنا النهاردة عن العمل اللي أنت بتشارك به وإحساسك إيه النهاردة في هذا المعرض الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مهرجان جميل، يعني الفنان الكبير اسماعيل بكر عودنا عليه، وأنا فرحان إن هو بيأكد على الهوية المصرية وبيبرز مصر من خلال الفن وجمال الفن، لأنه هو لغة عالمية وده جميل خالص. طبعا النهارده أنا عرض عمل بسيط عن البيت الريفي أو الشعبيات البيت الريفي، فأنا بحب المنطقة دي وبلعب فيها يعني كويس. بحاول أبرز العمارة الريفية أو الهندسة العضوية بشكل مبسط وجميل، مع طبعا الشمس الجميلة بتاعتنا في مصر، بأكد على المعنى ده دايما. طبعا في أعمال جميلة في المعرض بصراحة لفنانين عالميين وفنانين كبار. النهارده شرفت بالمشاركة الجميلة دي، وبرحب بكل الضيوف وبشكر الأستاذ اسماعيل بكر
وكل الضيوف، واشكركم وبشكر اعلام الصعيد الجميل اللي دايما بيغطي الفعاليات الجميله دي. شكرا بيك خالد بيه، وعايزين نقول ايه لشبابنا ونقول ايه للفنانين والمبدعين لأهمية المشاركة في مثل هذه اللقاءات العالمية. يعني يكفي الشباب اللي ما شاركش مثلا لازم يحضر المعارض دي عشان يتفاعل معاها ويعرف المستوى الفني الموجود في العالم والحركة التشكيلية في العالم، فدي بتفيد الشباب. ولازم ده في حد ذاته احتكاك بالمعارض ورؤية الشباب. مهم جدا مش انه يشتغل في قاعات العرض بس في فنون او في تربية فنية او في قصور الثقافة، لا لازم يحضر منتديات ويحضر محاضرات ويحضر معارض عشان يقدر يعرف هو فين بالظبط ويستفيد. الفنان الكبير خالد عبد الراضي، اهلا بيك ودائما موفق ودائما مبدع باذن الله، وشرفتنا. الله يحفظك، شاكرين خالص ليكم. أعزائي المشاهدين، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الشارع الثقافي. كنا في متابعة للمعرض الثالث لمراكب الشمس، هذا المعرض الذي قدم العديد من الإبداعات من خلال المشاركين في هذا المعرض. هذا المعرض أعزائي المشاهدين نموذج رائع ليقدم الفن والإبداع والحضارة والثقافة المصرية لكل دول العالم. التحية والشكر والتقدير للقائمين على هذا المعرض، الفنان إسماعيل أبو بكر والمنظمين لهذا المعرض. أعزائي المشاهدين، تابعونا وحلقة قادمة بإذن الله في الشارع الثقافي، والسلام عليكم ورحمة الله. قناة الصعيد، قناة مصر السابعة.